بيبدأ الفيلم بأول ضحكة لبيبي صغير، وده معناه إن أكيد في حاجة ضحكته. لا، مش قصدي كده. أول ضحكة دي وراها سر كبير من أسرار الكون، وهم الجنيات. اللي مع ضحكة البيبي دي هتتولد معاها جنية جديدة، وهي تنة ورنة، بطلة فيلمنا اللي كل الجنيات اتجمعت عشان تشوفها. ولما تميم حارس تراب الأساطير بيصب عليها حبة منه، ساعتها بتظهر لنا تنة ورنة. وبرضه بتظهر لنا الملكة كلثوم اللي بترحب بيها. ودلوقتي جت أهم فقرة، وهي الكشف عن موهبة تنة ورنة. فبتيجي جنية لكل موهبة من ال10 وبتحط رمز الموهبة بتاعتها. فالاختيارات قدام تنة ورنة كتيرة، تبقى جنية مية، تلج، نور، زرع، حيوانات، ولا إيه؟ فبتبتدي تنة ورنة تقرب من كل رمز منهم، واللي مش من نصيبها بيقع، لغاية ما بتيجي جنب شاكوش وبتعديه. بس هو اللي بيروح لها بنفسه، وأول لما بتلمسه بينور جامد قوي، فالكل بينبهر لأن أول مرة رمز ينور لحد كده. وبيقولوا إن أكيد موهبتها نادرة. وهنا بقى بيجوا الجنيات اللي في نفس موهبتها، ده أصيل وده بلبل، اللي بينبسطوا بيها قوي، وبياخدوها يفرجوها على عالم الجنيات اللي متقسم 4 أجزاء، كل جزء في فصل من فصول السنة. يعني دي غابة الشتاء، وبيبقوا جنيات التلج راجعين يرتاحوا بعد ما وصلوا الشتاء للعالم كله. أما ده بقى لجنيات الخريف، وده لجنيات أرض الصيف. بس أحلى فصل اللي كل الجنيات بتستعدله هو فصل الربيع. جنيات النور بتطلع قوس قزح، وجنيات الزرع بتزرع محصول الربيع، وجنيات الحيوانات بتلون الدعسوقة وبتصحي الحيوانات من البيت الشتوي. يعني كل واحد عامل شغله تمام. وبعد الرحلة في عالم الجنيات جه الوقت تنة تشوف الجزء الخاص بالتنات اللي زيها، اللي بيبقى محبط جدا من فوق. بس لما بتنزل وبتشوف التنات شغالين بتفرح شوية، ولما بتشوف البيت اللي هتقعد فيه بتفرح أكتر وأكتر. وبلبل وأصيل بيسيبوها عشان تلبس كده وتجهز نفسها، عشان بعدها هتروح للجنية مشيرة. بس اللبس بيبقى واسع حبتين، فتنة بقى بتظبطه على كيفها، وبتطلع حاجة بسيطة كده من موهبتها وفنها فيه، وفعلا بقت جميلة جدا. وهنا بقى أصيل وبلبل بيعرفوها إن هما اللي بيصنعوا كل حاجة بتحتاجها الجنيات التانيين في شغلهم. يعني كل الجنيات بيعتمدوا عليهم. وبيعرفوها كمان على الجنية مشيرة، ودي زي ما تقولوا كده مديرتهم وكلمتها ماشية. ودلوقتي أصيل وبلبل بياخدوا تنة معاهم وهم رايحين يوصلوا الطلبات للجنيات. بس وهم ماشيين في أمان الله مع الفار جبنة بيهجم عليهم الشوك النطاط، فبيفضلوا يجروا منه لغاية ما بيلبسوا في شجرة. ففوز جنية الحيوانات بتيجي تهدي جبنة، وندى بتيجي تهدي تنة، هي ووردة ومنيرة. ومن أساميهم كده واضح موهبة كل جنية. ندى لزوم الندى والمية، ووردة لزوم الورد والزرع، ومنيرة لزوم النور والشمس. وبعد ما الكل بيهدى من الموقف، بلبل وأصيل بيبتدوا يوزعوا عليهم المنتجات الجديدة بتاعتهم. ولما بتسألهم تنة هيعملوا بيهم إيه، بيعرفوها إن هم هياخدوها معاهم لأرض الناس اللي بيروحوها عشان يغيروا الفصول فيها. فبتنبهر تنة بكلمة أرض الناس قوي، وبعد الانبهار ده بتودعهم وبتكمل طريقها مع بلبل وأصيل، اللي بتسيبهم أول ما بتشوف نسمة وبتنبهر بيها. نسمة دي بقى جنية بتطير بسرعة، موهبة نادرة يعني، وبتبقى مغرورة جدا، وبتقول لتنة إن هي اللي بتعمل النسيم في الصيف وبتوقع الأوراق في الخريف، وإن هواها هو اللي جابها هنا. بالمختصر كده كل الجنيات بتعتمد عليها. وأول لما بتسمع تنة الجملة دي بتقول لها إن ده زي اللي هي بتعمله بالظبط. فنسمة مش بتسكت طبعا، وبتنزلها على أرض الواقع وبتعرفها إنها جنية بتاعت الطبيعة، لكن تنة بتاعت حلل وأباريق. هي بتشتغل فوق في السحاب وتنة بتشتغل تحت في الطين. والغرور بياخدها أكتر وبتقول لها إن التنات حاجة حلوة وكل حاجة، بس لو هي مكانها ما كانتش هتتباهى بموهبتها، عشان الربيع مش بيعتمد عليهم. يعني من الآخر داست على وشها جامد. فتنة بتاخد موقف جامد قوي وبتعرفها إن الربيع طبعا بيعتمد عليهم، ولما تروح أرض الناس عشان الربيع هتثبت لها قد إيه التنات مهمين. فنسمة ضحكت ضحكة من تحت لتحت كده، وقالت لها أنا عن نفسي هستنى بفارغ الصبر، وراحت ماشية. حبة كده وهنعرف الضحكة دي معناها إيه. بس دلوقتي خلونا مع تنة اللي طايرة وهي متعصبة جامد وعمالة تبرطم، وفجأة شافت حاجة بتلمع من بعيد، فبتجري على النور ده، وبتنبهر لما بتشوف حاجات غريبة جدا على الأرض. فبتاخدهم كلهم وبترجع بيهم للورشة، وهنا بيشوفوها بلبل وأصيل، وبيعرفوها إن دي حاجات تايهة من أرض الناس، وبيعرفوها إن الحاجات دي بتيجي أرض الأحلام من وقت للتاني. فتنة بتنبهر أكتر بأرض الناس. تنة دي بتنبهر بكل حاجة ما شاء الله عليها. وفي وسط انبهار تنة ده بتقضي عليهم اللحظة الجنية مشيرة، اللي بتاخد كل الحاجات التايهة وبتقول لها ما تضيعش وقتها بالحاجات دي، وقبل ما تمشي بتفكرهم بمراجعة الملكة الليلة وبتمشي. ولو بتسألوا إيه هي مراجعة الملكة زي تنة كده، في اليوم ده الملكة هتراجع كل الاستعدادات اللي اتعملت للربيع، ودي فرصة عشان التنات يبينوا شغلهم. فالفكرة بتنور لتنة في لحظتها،
وقالت بس هي دي فرصتي عشان أكيد نسمة وأظهر المواهب الفنية. وفعلا انطلقت، وفضلت الورشة تخترع وتخترع وتخترع لغاية ما جه الليل، وجه وقت مراجعة الملكة كلثوم. وبيبتدي الوزير يعرفها إن كله تحت السيطرة، ولما ظهرت الزهور تفتح هيقدروا أكيد إن هم ياخدوا الربيع لأرض الناس. وكان كل شيء ماشي كويس لحد ما ظهرت تنة ورنة، وابتدت تفرجهم على اختراعاتها الجبارة اللي هتساعد التنات لما يروحوا أرض الناس. بس كل اختراعاتها بتفشل فشل ذريع، ففي اللحظة دي كان لازم حد يوقفها ويصدمها بالحقيقة. فالملكة كلثوم بتقوم بالمهمة دي، وبتعرفها إن التنات مش بيروحوا أرض الناس، شغلهم يبقى هنا في أرض الجنيات وبس، وإن الحاجات دي بتعملها جنيات الطبيعة. نسمة طبعا بتبقى قاعدة في كامل سعادتها، وهي اللحظة دي اللي كانت مستنياها. فهمتوا بقى هي كانت بتضحك ليه دلوقتي؟ وللأسف تنة بتاخد الصدمة وبترجع الورشة، وبتلاقي مشيرة في وشها، فبتبتدي تفضفض لها بقد ايه هي متضايقة إن هما مش بيروحوا أرض الناس، وإن شغل التنات ده تافه. فمشيرة بتنزلها على أرض الواقع، وبتقول لها لما تبقى تعرف تخلي الورد يكبر أو تمسك النور ولا حاجة ساعتها هتعرف تروح أرض الناس. وبتعرفها إنها تنة ولازم تبقى فخورة بموهبتها، وبتمشي. وتنة بقى سابت كلام مشيرة كله ومسكت في الحتة اللي كانت بتهزر فيها، وما كدبتش خبر. ومن الصبح جرت على أصحابها وطلبت منهم المساعدة إنها تغير موهبتها. فالكل بينصدم طبعا عشان ده عمره ما حصل قبل كده، بس هيخسروا إيه يعني؟ أو يكفيها شرف المحاولة. وتعالوا بقى نروح على أول محاولة، والمحاولة الأولى من نصيب ندى، وهتعلمها إزاي تحط قطرات الندى على شبك العناكب. طبعا ندى عملتها بكل خفة وسهولة. تنة بقى مش عارفة حتى تمسك قطرة ندى واحدة، عمالة تفرقع منها. وتنة بقى شخصنت الموضوع قوي واتعصبت، وقبل ما القطرة تفرقع في إيديها كالعادة راحت حتفاها على الشبكة. القطرة بقى لمت معاها كل القطرات وهوب على البنات. حاجة صعبة يعني. أنا رأيي بقى من رأي ندى إن تنة تنفع قوي جنية نور. ما تيجوا نشوف. الموضوع بسيط جدا، كل اللي على تنة تعمله تمسك النور وترميه في السماء عشان الحشرات اللي بتنور تاخد النور ده، بس كده. مين فاكر فيلم أنا ملخصاه كان فيه حشرة بتنور كده برضو، حتى بالأمارة كان اسمه راي. خدوا لفة كده في القناة وانتوا هتعرفوا. اللي يعرف بقى يكتب لي في الكومنتات. ويلا نكمل، أو مش محتاجين نكمل. انتوا أكيد اتوقعتوا ايه اللي حصل. تنة بتتعصب وتشخصن الموضوع جامد تاني، وفي الآخر بتفشل فشل ذريع. وبلاش اتكلم في النقطة دي أكتر من كده لأن اللي حصل مش ظريف خالص. ويلا بقى على دور فوز اللي بتعلمها تعلم العصافير تطير، وهي بتاخد عصفور تعلمه وبتسيب العصفور الصغير الغلبان مع تنة اللي بتخض خضة هتخليه مش عايز يطير طول عمره. فكالعادة تنة بتتعصب وبتشخصن الموضوع للمرة التالتة، وبتقفش العصفور وحالفة لتطيره. والكل بيتفرج على المصارعة الدايرة بينهم دي وبيضحك لغاية ما تنة بتشوف بصيص أمل من فوق وبتفتكره عصفور شاطر في الطيران. بس ده طلع صقر وبيجري وراها، وكل الجنيات بتعلن حالة الطوارئ. وتنة بتفضل تجري تجري لغاية ما القدر بيخليها تلبس مع أعز صاحبتها نسمة. بس الحمد لله الجنيات بتتصرف وبتنقذهم. بس نسمة اتمرمطت جامد من اللي حصل ده، وزعقت لتنة ورنة ومشيت. فتنة زعلت قوي إنها فشلت في كل حاجة، وبتحس إنها ملهاش لازمة، وبتطير وبتروح تقعد عند نفس المكان اللي شافت فيه الحاجات التايهة. وبالصدفة بتشوف علبة غريبة وحاجات كتير مرمية حواليها، فبتبتدي موهبة فنية تظهر وبتبتدي تصلحها لغاية ما صلحت اللعبة. وكل ده شافوه صحابها وبينبهروا جامد قوي بموهبتها، وبيلفتوا نظرها إن هي دي التنتنة وإن هي مميزة في كده، في التصليحات والاختراعات. فبتفهم تنة إن وردة خلاص مش هتساعدها، تبقى جنية زراعة. فبتتضايق منهم وبتعرفهم إن هم لو عايزينها تبقى سعيدة يساعدوها تروح أرض الناس زي ما وعدوها. وبتنشف دماغها وبتزعل منهم، فمبقاش حد قدامها تلجأ له دلوقتي غير نسمة. فطبعا بتقفل الباب في وشها. بس لما بتسمع منها إن كل أصحابها اتخلوا عنها ووردة مش هتعلمها تبقى جنية زراعة خلاص، بتقول إن هي دي فرصتي إني أدوس عليها أكتر. وبتفتح الباب وبتقول لها إنها لو عايزة تبقى جنية زراعة تمسك الشوك النطاط. وفعلا تنة ما كدبتش خبر، وخدت جبنة الغلبان معاها وبدأت تحاول تصطادهم. ونسمة بتتفرج باستمتاع. بس تنة فاقت توقعاتها وفعلا كانت هتنجح. بس كده نسمة خطتها هتفشل، فراحت فاتحة باب المزرعة وخلتهم يهربوا. فبقوا حوالين تنة في كل حتة وكسروا المزرعة كلها، وطلعوا كمان على مقر الجنيات وكسروا كل حاجة وتنة وراهم لغاية ما المكان بقى خرابة، وكل الاستعدادات والشغل اللي عملوه اتدمر. وجت الملكة كلثوم وشافت الكارثة دي، فتنة بتتأسف لها وبتعرفها إنها غلطتها وبتمشي. وبتروح عند شجرة تراب الأساطير، ولما بتشوف تميم بتعرفه إنها جاية تاخد شوية تراب أسطوري لأنها هتمشي للأبد. وهما بيتكلموا تميم بيستغرب إنها عارفة اسمه لأنه مجرد حارس تراب الأساطير، مش من أهم الجنيات يعني في أرض الجنيات. فتنة بتقولنا إزاي بس، ده يمكن أهم واحد هنا، من غيره مش هيبقى فيه أي سحر. موهبته هي اللي بتديها أهميته، لازم يبقى فخور بيها.
فبيعرفها إنه فخور. ففي اللحظة دي بتفهم تنة كأنها قالت كل الكلام ده لنفسها، وإن هي اللي محتاجة تسمعه مش هو. وفعلا بترجع من قرارها وبتقرر تساعد في اللي هي بوظته، وبتقعد في ورشتها تفكر لغاية ما شافت الحاجات التايهة اللي خلتهم منها مشيرة. وبس كده تبتدي تنة تنتن على حق. نرجع تاني للملكة كلثوم اللي جت مع الوزراء عشان تعرف الجنيات إنهم اتناقشوا في الموضوع، وقرروا إن الربيع مش هينفع يجي في وقته، وإن شهور ضاعت من المجهود ومحتاجين شهور تانية عشان يعوضوا اللي راح. وللأسف لما ظهرت الزهور تفتح بكرة مش هيقدروا يروحوا أرض الناس ومعاهم الربيع. فكل الجنيات اتضايقت جامد. بس في اللحظة دي بتيجي تنة ورنة ومعاها الحل، وبتطلب من الملكة كلثوم تديها فرصة تانية. وفعلا تنة اختراعها بينجح وبتلون الدعسوقة في ثانية اللي كانت بتاخد في العادي ربع ساعة. فالجنيات حست بأمل، وتنة ابتدت تقول لهم إن هم لازم يجربوا وهي هتعلمهم. فنسمة بتتغاظ جامد قوي وبتقول للناس ما تسمعش كلامها وهي السبب في كل ده، وبتتريق عليها وعلى اختراعاتها الصغيرة السخيفة. فتنة بقى بتتعصب ووشها بيحمر، وبتقول على الأقل دلوقتي بتحاول تساعد مش زيها. فنسمة بتقع بالكلام وبتقول بصوت عالي إنها حاولت تساعدها هي، يمكن كان لازم تقولها تمسك الصقر بدل الشوك النطاط. فالملكة كلثوم بتعرف إن تنة مش لوحدها المسؤولة، وبتحكم على نسمة إنها تمسك كل الشوك النطاط. هي مش موهوبة بسرعة طيرانها برضو ولا إيه؟ فنسمة بتتعصب وبتطير. أما تنة بقى الملكة بتديها فرصة تانية لما تنة أكدت لها إنها تقدر تعمل كده عشان هي من التنات، والتنات بيصلحوا الحاجات. وفعلا تنة بتبتدي توزع المهمات على باقي الجنيات، وبتطلب منهم أهم حاجة، لازم يلاقوا حاجات تايهة. وفعلا بتبتدي تنة تتنتن وتخترع حاجات أكتر وأكتر، وبيبتدوا بقى يشغلوا الاختراعات دي اللي فعلا كانت كلها ناجحة. والحاجة اللي كانوا بيعملوها في شهور دلوقتي بقى بيعملوها في ساعات. والجنيات فضلت للصبح شغالين عشان يحاولوا يرجعوا كل حاجة زي ما كانت قبل ما زهرة الزهور تفتح. وفعلا نجحوا في ده. ومشيرة بقى بتفرح جدا ومش بتصدق نفسها ان هم رجعوا كل حاجة زي ما كانت. وهنا بقى بيجوا الوزراء مع الملكة كلثوم وبيشوفوا الإنجاز اللي اتعمل. فالملكة بتشكر تنة إنها أنقذت الربيع، وبيبتدوا أصحابها بقى يقولوا للملكة كلثوم إن تنة ساعدتهم كتير قوي، وبيطلبوا منها إنها تروح معاهم أرض الناس. بس تنة بتقول إن شغلها هنا ولسه وراها حاجات كتير تعملها. فبتيجي مشيرة ومعاها بلبل وأصيل شايلين العروسة اللي هي صلحتها، ومشيرة بتعرفها إنها موهبة نادرة فعلا، لأنها من سنتين كده شافت العروسة دي بس ما كانتش عارفة دي إيه ولا تصلحها إزاي. لكن هي عرفت، ودلوقتي في بنت بتدور على عروستها في أرض الناس. يعني كده تنة ليها مهمة في أرض الناس لازم تروح تعملها. فتنة مش بتصدق نفسها وبتشكر الملكة وبتحضر مشيرة وبتشكرها. وقبل ما بتمشي تميم بيديها شوية تراب أساطير عشان يساعدها في أرض الناس ويتمنى لها التوفيق. فبتشكره وبتطير مع باقي الجنيات على أرض الناس وهي فرحانة جدا. ولما بيوصلوا بقى كل جنية بتبتدي تعمل شغلها عشان تشيل الشتاء ويجوا بالربيع. أما تنة بقى كان عندها شغلانة تانية خالص، بترش تراب الأساطير اللي اداهولها تميم على العروسة عشان تطير معاها بسهولة. وبتوصل أخيرا لبيت ويندي البنت صاحبة العروسة، وبتسيبها لها على الشباك وبتخبط وتستخبى. ولما بتشوف ويندي شافت عروستها وشغلتها وفرحت بيها جدا، بتحس إنها أدت رسالتها وبتفرح جدا وبتطير مع صحابها وهي مبسوطة. وكده بيكون الفيلم خلص. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الجزء التاني.